يعني في ست بنقول لها لو ما تقدريش تقولي حاضر ونعم ما تتجوزيش. ليه؟ هتخش النار. ايه اللي يدخلك ليه تتجوزي؟ هتدخل النار حرفيا. ليه؟ لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مما وصف به المرأة قال أخبركم برجالكم من أهل الجنة، رجالكم من أهل الجنة، ثم سمى الشهيد والوليد يموت صغيرا، وسمى أناس خلاص دول من الرجال اللي هم يستحقوا أهل الجنة. أهل الجنة يعني إيه؟ كل من ده يعني عامل شيء من ده أو صورة من الصور في الجنة. أخبركم على نسائكم من أهل الجنة، فقال إيه؟ الودود، مما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الودود التي إذا ظلمت أو غضب زوجها قالت وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا أغمض حتى ترضى. طب هي هو اللي مزعلها، لا والله لا أغمض حتى ترضى، دي الودود التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. أو من باتت يعني وزوجها، من باتت وزوجها غضبان، يعني ايه؟ ظلت الملائكه تلعنها حتى تصبح، او بات الذي في السماء غضبان عليها حتى يرضى، وهكذا. فهو في كتير جدا متعلق بغضب الله عز وجل او لعن الملائكه او كذا. طب هي ليه تجيبه لنفسها؟ هي كان في حالها بس مكروه، يعني مش هتحصل حاجه، خليها ما تتجوزش احسن. ليه؟ لان هي تجر نفسها. دايما احنا بنقول الرجل او المراه هو معه جنته وناره وهي معها زوجته وناره. الراجل عايز يخش النار يتجوز وليس هو مستحق للزواج. يعني هتشيل مسؤوليه؟ لا. هتضيع عيالك؟ تضيع زوجتك؟ فابشر بالنار. ليه؟ لانه رب العزه لما امر الناس بهذه الاشياء امرهم بان يعقدوا الزواج، وامرهم بان هم يجاهدوا، وامرهم ان هم يوصلوا. فدي جزء من امر الله الشرعيه، فدي من فرائض الاسلام، من العقود المغلظه جدا في الاسلام. فانت داخل تلعب